لما يوسف الشريف حب يعمل فيلم ويسميه العالمي ويتكلم عن قصة حياة لاعب كرة قدم مصري بيصل إلى العالمية، كان أهم شيء في الفيلم هو رحلة صعود اللاعب ده مع منتخب مصر. الجملة اللي اتحطت في أول شيء في التريلر في الفيلم ده هو أنا هوصل مصر لكأس العالم. مشهد الفينال وقفلة الفيلم كانت هي احتفال اللاعب ده بأنه قدر يوصل مصر لكأس العالم، وهو ده منظور أي بني آدم مصري للاعب المصري المحترف بره. لو احترافك ده في الدوريات الأوروبية مهما كان سقفه، أنا بالنسبة لي أهم شيء فيه إنه يعود على منتخب مصر بالنفع. انت كمحترف بالنسبه لي اهم شيء في مسيرتك الكرويه هو منتخب مصر. لو انت شايف ان مسيرتك مع الانديه هي الاهم، فاتكل على الله، اعتزل اللعب الدولي، ركز في ناديك، كسر الدنيا مع ناديك هناك، والله يسهل لك يا عم. انا احمد السباعي وده نص الملعب. النهارده هنتكلم عن مباراه مصر وغانا في كاس افريقيا 2023. يلا بينا. شوط اول سيء وشوط تاني ممتاز. انتهت نتيجة مباراة مصر وغانا في كاس افريقيا بالتعادل 2-2. مباراة سيئة جدا في الشوط الاول من الفريقين، وممتازة جدا الشوط التاني كريتم وكأداء وكروح من الفريقين برضو، بس مصر كانت احسن بكتير. وانتهت المباراة بالتعادل 2-2. فمن البداية كده التشكيل اللي بدأ بيه فيتوريا المباراة ومحمد الشناوي في حراسة المرمى، قدامه محمد عبد المنعم واحمد حجازي، على اليمين عمر كمال، على الشمال محمد حمدي، 2 هاف ديفندرات هم محمد النني وحمدي فتحي، قدامهم امام عاشور، في الوينج رايت محمد صلاح، وفي الوينج ليفت كان موجود عمر مرموش، وراس حربة وحيد مصطفى محمد. ومن اول بداية المباراة والتشكيل فبرضه فيتوريا ما اتعلمش من اخطائه بتاعة الماتش اللي فات، صحح بعض الاخطاء لكنه ساب بعض الاخطاء التانية زي ما هي. اول واهم غلطة بالنسبة لي هي تواجد محمد حمدي في الباك ليفت على حساب فتوح، وتاني واهم غلطتين هي تواجد النني وحجازي مع بعض. يعني لو انت حتى مصمم ان حجازي يلعب، وانا برضو شايف ان الفرق بين حجازي وياسر ابراهيم مش كبير، يعني ياسر ابراهيم بالنسبه لي في المستوى الحالي ليه هو احسن من حجازي. طبعا معاك ان ياسر ابراهيم هو الاحق بالمشاركه اساسي، ولكن وجود حجازي مش هو اكبر كارثه يعني ممكن تحصل. لكن تواجد النني على حساب مروان عطيه ده بالنسبه لي جريمه كرويه بحته. اكيد طبعا لما تحط امام عاشور في نص الملعب على حساب زيزو فده بالنسبه لك تغيير افضل، لان امام عاشور افضل بكتير جدا في مركز 8 في نص الملعب، او حتى لو اضطريت تغير الطريقه وتلعبه في مركز 10. وتواجد مرموش على حساب تريزيجيه مش هو اهم تغييره، مرموش افضل في المستوى الحالي، لكن برضو تريزيجيه مش وحش ومستوى ممتاز. فيعني اجمالا التشكيله كان فيها شويه اخطاء، والهدف الاول لمحمد قدوس اصلا كان السبب فيه هو حجازي والنني مع بعض. وبرضه في ماتش موزمبيق كان فيه مشاكل كتيرة جدا من تواجد حجازي والنني في قلب الملعب. يعني لو اي حد مكان النني في نص الملعب عنده مقومات مركز 6 زي مثلا قطع الكرات وتوزيع الكرات بشكل كويس، توزيع الكرات الطولية والعرضية وتغيير الملعب والخروج بالكرة بشكل ممتاز، والمشاركة في التمريرات التقدمية والمشاركة في تطوير الهجمة، ده كان هيفرق كتير جدا ويغطي على اخطاء حجازي. فلو حبينا نتكلم مع بعض عن الشوط الاول هتلاقي ان الشوط الاول اولا معدوم الروح، وممكن ساعتها نعذر اللعيبه شويه ونقول ان الفريقين اصلا كانوا مخضوضين، لان كل فريق معتبر ان المباراه دي هي اهم مباراه في المجموعه، لان ببساطه اي واحد فيهم هيخسر احتمال كبير جدا ان فرصته في الصعود تضيع. فالنتيجة كانت ان الشوط الاول كله كان في منتهى الملل، اداء سيء جدا، رتم بطيء جدا، مفيش حد من الفريقين بياخد الريسك في الباص او بياخد الريسك في الدريبل، مفيش لاعب في الفريقين عنده القدرة او عنده القلب يعني انه يجازف وياخد الكرة ويتقدم بيها ويحاول يعمل فرق مع فريقه. وهنا بقى بيجي دايما دور اللاعب المحترف الكبير، عشان كده كان لازم يبقى فيه دور ابرز بكتير لمحمد صلاح اللي شايل شارة الكابتن على كتفه، وبرضه في نفس الوقت هو اكبر محترف في الفريقين واكبر اسم في الفريقين. مفيش ولا لاعب ولا في غانا ولا في مصر ويمكن في افريقيا كلها مفيش لاعب بقيمة محمد صلاح. وانا هنا بتكلم عن القيمة الفنية للاعب او امكانياته الفردية واللي بتظهر كتير جدا مع ليفربول. بالتالي انا كبني ادم مصري مستني منك انك لما تكون متواجد مع منتخب مصر في شوط اول زي ده، في ماتش زي ده بمنتهى الاهميه ومصر محتاجه فيه انها تكسب، مستني منك انك تكون اللاعب الابرز. زي ما هو اسمك الابرز لازم يكون ادائك الابرز في الفريقين. هل محمد صلاح بيقوم بالدور ده؟ هل اصلا تواجد محمد صلاح في المنتخب بيفرق فرق السماء والارض الفتره اللي فاتت زي ما هو متوقع من اسمه؟ طب هل لو انت جبت محمد صلاح بتاع الفتره من 2012 لغايه 2014 مع منتخب مصر وقارنت اداؤه بادائه حاليا، هتلاقي في وجه مقارنة أصلا؟ هل تأثير محمد صلاح هو؟ اسأل نفسك السؤال ده الأول قبل ما تسأل هو احنا ليه بننتقد صلاح.
كل السوشيال ميديا وكل الجمهور في عين وشايف كويس قوي اللي بيحصل في الملعب. هل انت كمحمد صلاح بتهين نفسك في الملعب عشان الفريق ده؟ هل انت حاسس ان انت شايل شعار منتخب بلدك وبتجري بيه في الملعب؟ هل لو انت كراجل مشجع لمحمد صلاح بس وسايب المنتخب كله بتشجع صلاح، لو عرضت عليك ان محمد زيدان هو اللي يتحط مكان محمد صلاح في منتخب مصر، هتوافق ولا لا؟ لو عرضت عليك احمد حسن ومحمد ابو تريكه وقلت لك شيل محمد صلاح وحط اي لاعب من اللعيبه دي، هتوافق ولا لا؟ اسال السؤال ده لنفسك وخليك صادق مع نفسك. وانا هنا طبعا مش بتكلم عن اداء محمد صلاح من يوم ما جه مع المنتخب واصل مش عارف ايه وبهدم تاريخه والكلام الفارغ ده. تاريخه على عيني وعلى راسي. محمد صلاح حتى تأثيره مع المنتخب في مراحل كتيرة جدا كان في منتهى الأهمية وكان أهم لاعب في المنتخب، وده لا غبار عليه. أنا بتكلم على أدائه في البطولة دي تحديدا وأدائه في الفترات الأخيرة. وعشان ما اقعدش ألوك كتير وأبعد عن موضوعنا الأساسي، فالشوط الأول كان سيء جدا من الفريقين. أنا كنت مستني واحد زي محمد صلاح، واحد زي عمر مرموش، واحد زي مصطفى محمد يفرقوا مع المنتخب. تقدر تقول ان مصطفى محمد ومرموش عملوا شوية كتير جدا من اللي عليهم، لكن محمد صلاح ما عملش أي حاجة. مش ناسي حاجة؟ طيب قبل ما نكمل الحلقة اعمل فولو لصفحتنا على الفيسبوك واعمل اشتراك في قناتنا على اليوتيوب واخبط لايك للفيديو عشان تساعدنا ان احنا نستمر في تقديم المحتوى اللي يليق بيه لحد ما تيجي نقطة التحول في المباراة، وهي إصابة محمد صلاح. وللأسف طبعا ان انا بقول كده، طبعا ربنا بإذن الله يشفيه ويرجعه بالسلامة. وانا بس هنا عندي نقطتين ثلاثة محتاج اتكلم فيهم. اول حاجة يا فيتوريا، انت مش مضطر ان محمد صلاح يتصاب عشان يطلع من الملعب. لو محمد صلاح، تريزيجيه، اي لاعب لابس التيشيرت ده لما يبقى اداؤه زي الزفت في مباراه من المباريات لازم يطلع، لان مفيش اي بني ادم على وجه الارض المفروض يبقى اسمه اهم من اسم المنتخب اللي هو بيلعب فيه. اكيد بلدك اهم منك مليون مره. فيتوريا خلي عندك شخصيه. لو سالت نفسك الفرق بين فيتوريا وحسن شحاته، او الفرق بين حسن شحاته واي مدرب تاني في تاريخ منتخب مصر، هتلاقي ان حسن شحاته ما كانش بيعتمد اسامي. يعني محمد ابو تريكه لو النهارده وحش قاعد على الدكه. ابو تريكه لما كان راجع من الاصابه في 2008 في اول مباراه ضد الكاميرون، ابو تريكه كان قاعد احتياطي ومحمد زيدان واحمد حسن كانوا بادئين المباراه. اي لاعب في منتخب مصر ساعتها كان بيقعد دكه، واي لاعب كان بيبدا والاجهز هو اللي بيبدا، ومفيش حاجه اسمها مين بدا ومين قعد احتياطي. احمد حسام ميدو لما كان نجم توتنهام بس في مدرب قاعد بره على الدكه عارف هو بيعمل ايه، طلع راس الحربه اللي بيلعب في توتنهام ونزل مكانه مهاجم انبي الاساسي. مع كامل احترامي لاي مدرب، بس هي دي شخصيه المدرب. المدرب بيمسح اسم اللعيب من على التيشيرت لما يشوفه في الملعب، هو بيدور على حاجه واحده بس، انت بتعمل ايه في ارض الملعب. فكره بقى انت اسمك ايه بتلعب فين ده مش موضوعنا خالص. موضوعنا ان احنا نازلين النهارده عشان نكسب، واعتقد ان دي اهم صفه المفروض فيتوريا يتحلى بيها. اول ما محمد صلاح اتصاب تاني ربنا يشفيه ويرجعه بالسلامه، الفريقين اتغيروا تماما. ولكن لسوء الحظ لاعب زي محمد قدوس، وهنا عايز اقول لك ان فريق غانا بكل اللعيبه اللي فيه دي ما فيهوش غير قدوس بس هو اللي بيلعب كوره. ولكن رغم ذلك الراجل ده لوحده بيجيب هدفين في منتخب مصر، بيحزق على كل كوره. عايز اقول لك ان قدوس ده اليوم بتاع الماتش نفسه ما كانش لسه مؤكد هو هيبدا اصلا ولا لا، لانه لسه راجع من الاصابه. ومع ذلك راجل زي ده بينزل بيشيل اسم بلده، يشيل تيشيرت بلده ويجري بيه، ويبقى فارق مع كل لاعب بيلمس الكوره في منتخب بلده. وعشان لكل مجتهد النصيب وربنا دايما بيكافئ المجتهد، فتلاقي محمد قدوس بيحرز الهدف الاول بعد شوط في منتهى الملل. الراجل بياخد الكوره وبيطرف نفسه ناحيه النني، والمفاجاه بالنسبه لي هي كانت ان حجازي مش حاسس اصلا بمكانه في الملعب. الراجل واقف بره حلق الجون وبيحلق على واحد رايح يشوط. بالعقل وبالمنطق انت كقلب دفاع ومفيش حد وراك ومفيش حد جنبك يسندك، لان قلب الدفاع التاني اكيد قافل الزاويه التانيه، انت واقف بتعمل ايه بره حلق الجون؟ ده معناه حاجه من اتنين: يا سوء تقديرك لان اللاعب ده مش هيشوط اصلا، يا اما الاسوأ ان انت مش حاسس اصلا بمكانك في الملعب وكنت متخيل نفسك كده انت قافل عليه الزاويه. اصل الحل التالت انا مش عايز اروح له ان احنا عشان فاضل دقيقه والشوط ينتهي فانت مكسل تجري وتقفل رغم ان انت شايف الراجل رايح يجيب جون. فحجازي في المجمل في الهدف ده محتاج يتفرج عليه 1000 مرة ويعرف هو واقف هنا بيعمل ايه. وأحرز محمد قدوس الهدف عشان ينتهي الشوط الأول بتقدم غانا 1-0، وننزل الشوط الثاني بأداء مغاير تماما، فوقان تام في كل خطوط المنتخب المصري. وزاد كمان الفوقان ده لما خرج محمد النني ونزل مكانه تريزيجيه، كانت في الدقيقة حاجة و60. فلو عايزني أكلمك بمنتهى الوضوح عن أسباب انخفاض مستوى منتخب مصر لحد هدف التعادل، فاول شخص هيتحمل نتيجه التعادلين دول هو روي فيتوريا، سواء تعادل ماتش موزمبيق او تعادل في الماتش ده.
تاني واحد هو محمد النني اللي بيلعب في مركز 6، وهكلمك عن احصائياته، وبرضه هندخل في قصه الاحصائيات دي شويه عشان في لغط كده حصل من كوره بلس على موضوع امام عاشور، فعايز اتكلم معاك شويه في الاحصائيات. بس خلينا دلوقتي نتكلم في الاداء كمجمل. محمد النني في المباراه دي كان في منتهى السوء، ولو بصيت على احصائياته هتلاقيه عامل نسبه باص صحيح ممتازه، يعني حاجه و90%، لكن ملهاش علاقه باللي بيحصل في الملعب. ليه بقى؟ لان انا مش بتكلم على هو عمل كام باص صحيح، انا بتكلم على الباص الصحيح ده عمل لي انا ايه. يعني انا لما اخد الكره من عبد المنعم واسلمها لامام عاشور جنبي في اقرب مسافه، انا كده ما عملتش حاجه. لما اخد الكره من امام عاشور وارجعها لحجازي، انا كده ما عملتش حاجه. ده كده ما فيش حاجه استفادها المنتخب. انت كده دورك في الملعب ايه؟ الكره بتخبط فيك؟ انا مش فاهم. يعني بنلعب سكواش، لو بنلعب سكواش وانت هتشتغل حيطه مفيش مشكله، الحيطه دي بتاعت السكواش بتعمل 100% باص صحيح. اه، ما انا هخبط الكره في الحيطه وهترجع لي تاني، ايه المشكله يعني؟ اكيد انت دورك كلاعب بتلعب في ارسنال ولاعب من كباتن الفريق، لا حضرتك محتاج تعمل حاجات كتير جدا اهم من انك تسلم الكوره لاقرب لاعب جنبك. يعني لما تجيلك الكوره لازم تفكر ان انت ازاي هترميها في ظهر الدفاع، بلاش تلعب الطوليه كتير غير لو انت ضامنها. لازم لما تلعب الكره على الطرف تلعبها لزميلك الاسرع، واللي احنا عارفين ان مرموش اسرع جدا من الباك رايت بتاع غانا. خط دفاع غانا كله زي الزفت، ومحدش فينا كان بيستغل ده بانه يضرب الدفاع بتمريره او بتمريرتين. فمحمد النني تقدر تختاره بمنتهى الضمير المرتاح، هو اسوأ لاعب داخل الملعب في منتخب مصر. تاني لاعب، وللاسف ان انا بقول ده ومتضايق جدا ان انا بقول ده، هو محمد صلاح، اللي انا كنت مستني منه انه ينقل منتخب مصر ويشيله على كتفه ويجري بيه. محمد صلاح اللي اول ما خرج حصل تحول في اداء اللعيبه كلها، وفي اسباب واضحه لده. اول حاجه، انت شايل شرط الكابتن على كتفك، وانت اهم لاعب في المنتخب واكبر اسم في المنتخبين اصلا، مش في منتخب مصر بس. فطبيعي جدا انا لاعب معاك في نفس الفريق لما اشوفك وانت مش بتحزق يعني على الكوره، مش بتجري، مش بتهزها، اكيد كمان انا هعمل زيك، واكيد هتنيم الفريق كله، واكيد ده هيأثر على مستوى الفريق كله مش على لاعب واحد بس. وده راجع لقيمتك، انت لاعب كبير جدا، واكيد قيمتك كبيره جدا، واكيد تأثيرك النفسي والمعنوي على اللعيبه شيء كبير جدا. اي حد لعب كوره عارف كويس قوي ان لاعب واحد بس في الفريق لو عنده روح يقدر يسخن الفريق كله ويخلي الفريق كله يحزق على الكوره ويلعب كوره ويعرق شويه ويغرق التيشيرت. فلما يكون لاعب بقيمه محمد صلاح وبيلعب على الهادي ومش عايز يتحرك رغم ان المباراه مصيريه، طبيعي جدا انه يأثر على مستوى الفريق كله. عشان كده بمنتهى برضو الضمير المرتاح بقول لك ان محمد صلاح هو تاني اسوأ لاعب في الملعب بعد النني، وهو تالت واحد يتحمل نتيجة المباراتين. وهنا وقبل ما اكمل عايزك بس تقف معايا شوية، لان انا يعني في الكام يوم اللي فاتوا كل ما اكتب كلمة محمد صلاح في بوست الاقي كمية هجوم مش طبيعية. طبعا في ناس كتير جدا عاقلة وبتفكر كورة وبتتكلم كورة بس بغض النظر عن اسامي، لكن في ناس تانية عندها مشكلة كبيرة جدا في العقلية بتاعتها. المشكلة دي بتخليه يقدس المشاهير. على عيني وعلى راسي نجومية محمد صلاح، على عيني وعلى راسي ان محمد صلاح لعيب كبير جدا، لكن ده لعيب لابس تيشيرت منتخب مصر زيه زي اي لعيب. لما يغلط المفروض كلنا نتكلم عليه وكلنا ننتقده، لما يلعب زي الزفت المفروض يتبدل. وانت بنفسك شفت لما مصطفى فتحي، اللي هو طبعا اكيد لا يقارن بمستواه بمستوى محمد صلاح، لكن انت شفت بعينك لما مصطفى فتحي نزل ولعب كوره زي الناس عمل فرق ازاي وبقى افضل من صلاح في الملعب. دي حقيقه مجرده انت لازم تشوفها بعينك، ولازم تفصل تماما بين حبك للاعب وانتقادك لادائه. يعني مش معنى ان انا بنتقد محمد صلاح النهارده في ادائه ان انا بقول انه لاعب ملوش فيها يعني واي حد ينزل يلعب مكانه يبقى احسن، اكيد لا. لكن هو النهارده كمستواه زي الزفت، فولا هو نبي ولا رسول عشان يكون غير قابل للانتقاد، ومش هو مدرب الفريق عشان مش هينفع نبدله اثناء الماتش. اكيد طبعا زي ما كلمتك عن السلبيات لازم اكلمك عن الايجابيات، لكن خلينا الاول نكمل سياق المباراه كان شكله عامل ازاي. بعد تغيير محمد صلاح اللعيبه كلها ما بقتش بتدور على حد معين في الملعب، الفريق كله تحول اداؤه بدل ما انه يبقى منصب على ناحيه واحده، وان اي لاعب من نص ملعب يمسك الكوره لازم يلف الكوكب كله عشان يدور على محمد صلاح ويديها له. تحول الاداء الى اداء جماعي، وكل لاعب كان بيمتلك الكوره في نص الملعب كان بيدور على افضل لاعب بيطارد مساحه عشان يقدر يديله الكوره، فبالتالي تحول الاداء الى اداء جماعي شكله احسن. والحاجه التانيه والاهم هي لاعب زي مرموش قدر يخلي الفريق كله يلعب بروح، لان زمايله في الفريق كلهم شافوه وهو بيطلع اقصى ما عنده في الملعب. ومع التحسن في الاداء وفرق المستوى الواضح اللي حصل بين مصر وغانا في الشوط الثاني لصالح مصر، كان لازم طبعا ربنا يكافئ المجتهد في الاخر، وتقدر مصر تسجل هدف تعادل اول ملغي على سنتي تقريبا اللي سجله محمد عبد المنعم. وبعدها يستمر منتخب مصر في الضغط عشان مرموش يقدر يستغل خطأ دفاعي من منتخب غانا وياخد الكوره ويفنش فينش جميل جدا بعد ما ينيم الحارس على الارض ويفنش بشماله. بسم الله ما شاء الله عليك يا ابني، بصراحه
فينش بالشمال، ترقيصه باليمين، ورغم ان الرجل الشمال بتاعته هي الرجل الضعيفه ولكن بسم الله ما شاء الله الفينش كان في منتهى الدقه. وبعد الهدف الاولاني في الدقيقه 68 وبعد ما صدقنا تعادلنا، احرزت غانا الهدف بعدها بمفيش يعني عن طريق اخطاء مركبه كده من اكتر من لاعب، ادت مساحه كبيره جدا لمحمد قدوس تاني على حدود ال 18، لكن المره دي قدر ياخد خطوتين ثلاثه وياخد الكوره ويدخل بيها جوه منطقه ال 18 ويسجلها بمنتهى الحرفنه في مكان حلو قوي في المرمى. لكن الروح بتستمر والفريق بيفضل يلعب اداء احسن بكتير لغايه ما يتمكن تريزيجيه انه يخترق دفاعات منتخب غانا من نفس الجبهه اللي دخل منها الهدف الاول بتاعنا، ويقدر يعمل اسيست جميل جدا لمصطفى محمد اللي فنشها برده فينش في منتهى الروعه عشان المباراه دي تنتهي 2-2 رغم ان احنا كنا نستحق احسن. هنا زي ما كلمتك عن اسوأ ثلاثه لازم اكلمك عن افضل لعيبه في المنتخب، واللي هم من غير ترتيب مصطفى محمد ومرموش وامام عاشور ومعاهم تريزيجيه. وتعالى بقى نتكلم عن الارقام وعن عدم التخلص من الانتماء وعدم الحديث بمهنيه عن احد اللعيبه لمجرد انه ينتمي لفريق تاني غير الفريق اللي انت بتشجعه. طبعا بدون كلام هو امام عاشور، واللي نشرت عنه كوره بلس بوست لوحده كده ان الراجل ده فقد الكوره 13 مره في الملعب، بالتالي يعني اصله ما اداش احسن اداء، وده اجتزاء لرقم واحد من احصائيه طويله جدا للاعب عملها في المباراه عشان بس اصدر للناس انه كان اداؤه سيء، رغم ان الناس فيها عينين وقادره تشوف يعني وعارفه كويس قوي انه كان لاعب فارق جدا في الشوط الثاني مع منتخب مصر. وهنا بقى بنيجي لحقيقه الرقم اللي نشره كوره بلس لما قالت اصل امام عاشور فقد الكوره 13 مره وهو اكتر لاعب فقد الكوره في منتخب مصر. والحقيقه ان الرقم ده صحيح، امام عاشور فقد الكوره 13 مره، بس مرموش برضه فقد الكوره 11 مره، ومحمد النني اللي انا لسه قايل عليه سيء وانت قايل عليه سيء، وعم حسن اللي واقف على اول الشارع عارف ان هو كان سيء، والحطابين في جبال القلب عارفين ان هو كان سيء، محمد النني فقد الكوره مرتين بس. وهنا لو انت اصلا شغال في موقع بحجم كوره بلس اللي المفروض يكون يعني موقع عنده حصريات وبيدفع فلوس وبيدفع مرتبات كبيره وبيجيب احسن محللين مش المفروض ابدا انك تكون بالعقليه دي، لان الاجتزاء من السياق شيء سيء. مرموش وامام عاشور منطقي جدا ان هم اكتر اتنين يفقدوا الكوره او يفقدوا الاستحواذ، وده نتيجه ايه؟ نتيجه ان محمد النني لما بياخد الكوره بيسلمها لاقرب لاعب جنبه، مفيش اي ريسك اصلا في الاداء. ايه الريسك اللي هنا بيحصل وانا باخد الكوره من حجازي بديها لمنعم؟ فين الريسك؟ يعني مين اللي هيطلع في النص يقطع الكوره؟ لكن امام عاشور ومرموش كانوا بياخدوا الكوره وشهم للملعب، وده ما كانش بيحصل غير من الاثنين دول، بيستلم الكوره وشه لجون الخصم، بيجري قدام، بياخد دريبل، بيعمل ريسك، بياخد الباص في مسافات طويله، الباص بتاعه عمره ما بيبقى تحت رجليه، دايما بيعمل باص للمساحه، فمنطقي جدا وهو بيعمل لونج باص في ظهر باك ان الكوره تطول، منطقي جدا ان هو لما يعمل كرة بينيه مثلا لمرموش بين الباك وبين السنتر باك، منطقي جدا ان هتيجي في مره من المرات حد فيهم يقطعها، كل ده منطقي برضو ان لما مرموش او امام عاشور ياخد الكرة ويجري بيها 7-8 متر لقدام انها تتقطع منه يعني عادي. ما هو مش بيلاعب بوتات يا حبيبي، هو مش بيلاعب بوتات، مش لما يجري يرقص 4-5 لعيبه من غانا هيعرف يرقصهم، مش كل مره يروح يرقص لاعب من غانا هيعرف يرقصه، ده منطقي يا حبيبي، وهي دي كرة القدم. لو انت موجود في موقع زي كرة بلس وما تعرفش كده يبقى حرام عليك وحرام على اللي عينك. وفي الاخر عشان الكلام يبقى بوضوح، فانا شايف ان الشوط الثاني لمنتخب مصر هو كان افضل شوط اشوفه فيه روح للمنتخب من فتره كبيره جدا، من 2-3 مثلا، لكن طبعا النتيجه في الاخر تعادل. فانا مش هقدر اقول لك مبروك ولا اقدر اقول لك هارد لك، مش هقدر اقول لك مبروك لان احنا في الاخر خالص خدنا نقطه، مش هقدر اقول لك هارد لك لان احنا لعبنا شوط محترم جدا يخليني اطمح ان اللي جاي يبقى شكله احسن ان شاء الله، وان احنا هنقدر نتأهل من المجموعة، وان احنا مسارنا في البطولة يمشي كويس، وهيبقى عندي امل ان شاء الله في الاخر خالص البطولة دي تنتهي بتتويج مصر. اشوفك الحلقة الجاية.